تزوجتها وكانت ماخذتني عشان فلوسي، كان كل همها تطلع وتروح وتجي وتسافر، إلين في يوم من الأيام قلت لها أنا بروح دورة لمدة شهر. أعطتني ردة فعل غريبة استغربت منها أمانة. رحت الدورة أقل من أسبوعين ورجعت وما قلت لها أني أنا برجع. طبعا وقتها كانت حامل بالسادس. لما جيت ودخلت شقتي، دقيقة خليني أقول لكم في النهاية أنه الرجال حرمته خانته، ما حديكم التفاصيل الموجودة. طيب حرمته خانته، لما دخل البيت اكتشف أنه حرمته تخونه. طبعا الموضوع وصل للشرطة ودقع الشرطة، حرمته كانت تصيح أنه استر علي ومن هذا الكلام. طبعا أخذوها الشرطة أو أخذوهم الشرطة وتم تأجيل محاكمة زوجتي إلين بعد الولادة. وبعد ما جابت الأطفال سووا تحليل للأطفال عشان أشوف هم أطفالي أو لا، وكنت أتمنى أنهم هم أطفالي لأني كرهتها. بعدها طلعت النتيجة وطلع أنهم عيالي، وأنا انفصلت عنها وجيتك لأني ما راح ألاقي أم لعيالي غيرك أنتي. تكفين وآسف أني دخلت عليك كذا، بس أنا متأمل أنك بتصيرين حلالي مرة ثانية. طلع وأنا فيني صدمة الأرض. طلعت من بيتهم وأنا ما أدري فين بروح. رحت الأخت الكبيرة وحكيتها على كل شيء وقالت لي استخيري ونشوف، يمكن ربي كاتبهم لك الأطفال هذولا. استخرت وحسيت إني مرتاحة، وجو وخطبوا رسمي. وافقت وتم كل حاجة على خير، وصرت أم الأحلى طفلين بالعالم، وكبروا وكنت دايما أجيب طاري أمهم وأتكلم لهم عنها وأقول ترى أمكم ودها تجيكم لكن عندها شغل. وكان دايما زوجي خاصمني ويقول لا تجيبين سيرتها قدامهم ولا تجيبين طاريها قدامهم ومن هذا الكلام، لين ما سمعت إن أمهم جاية لنفس مدينتنا. وقتها كان عمر الأطفال 9 سنوات. وقتها تكلمت مع زوجي وقلت حرام عليك، يمكن جت هنا عشان تشوف عيالها، لا تكون سبب قطيعة بين أم وعيال، وربي حرام عليك. قام أنفجر فيني وقال عن أي أم تتكلمين أنتي؟ رمتهم ولا عمرها سألت عنهم، أنا ما أبغى لعيالي أم مثلها. قلت ابن الناس ما تدري، يمكن الآدمية تابت. المهم ناخذ وندي في الكلام أنا وهو، إلين ما ارتفعت أصواتنا وصارت مرة عالية. دخل علينا الولد الصغير وكان يبكي ويقول أمي إيش سوت؟ ليش تحرمنا من ماما؟ أنا وقتها أخذت نفسي وطلعت من الغرفة شويات وكذا، وجاني زوجي وقال لي جهزيهم بكرة باخذهم لعند أمهم. وفعلا جاء بكرة وأخذهم، وما جلسوا إلا تقريبا أقل من 3 ساعات ورجعوا وهم يبكون ويقولون الحمد لله أن أنتي ماما، ما نبغى هذيك. طبعا هديتهم ورحت لزوجي. قال زوجي هذا اللي كنتي تبغينه؟ راحوا لها وكسرت خاطرهم. شفتي كلامك خلاهم يتأملون بأمهم عبث، وأنا والله كانت نيتي إني بس أبغى أصلح. خفت إني أخذ إثم واستغربت من تصرف الأم. ما أدري هل أنا أخذ ذنب إني أملتهم بأمهم عبث، وهل أحاول أصلح بينهم ولا خلاص أبغى نصيحتكم. انتهت القصة. الرأي الشخصي والله أنا أشوف إنه إذا هي ما تبغى عيالها فخلاص أنت لا تتدخلين، كيفها؟ هي أمهم في النهاية، هي أمهم. إذا أمهم ما حنت عليهم فبكيفها؟ أعوذ بالله، هقولها في أم كذا؟ يعني أنت سويتي اللي عليك ولا ما أشوفك